ازيك ميبا؟ هلا وليد هلا. كيف الحال؟ شو اخبارك؟ طيب الحمد لله. وش اخبار الشغل؟ طيب الحمد لله. صب الله يسرك صب. شفت الاخبار اليوم؟ يقولون ما ادري شو اسمها هذه ايران. من اللي قم يا ولدي قم شوف عند الباب الله يسرك. وين ابوك؟ طيب انت يا شايب. طيب هات طيب وش فيك يا اخوي؟ تتسلف من الناس وترد مدينهم. ابعد. مدرعم على طول على الوالد يا اخي. تتسلف من الناس وترد فلوسهم. طيب كم متسلف منك الوالد؟ فوق 90,000 ريال. خلاص انت خل ابوي وانا بدفعها. لي سنتين وانت ترك. خلاص طيب بسددها خل ابوي. متى تسدد؟ متى خلاص تسدد؟ بروح اجيب الفلوس بروح اجيب. راعي ظروفنا يا اخي. سنتين انا راعي ظروفك والحين تقول راعي ظروفنا بعد. انا متى انا راعي ظروفك؟ ترى يعني ظروفنا مره يعني راعنا. وش اسوي لك انا؟ يا الله، سنين وسنين وانا اجمع عشان زواجي، بس يلا ابوي يفداه كل شيء. انا انتظرك دائما انتظرك الحين تقول لي بعدين متى؟ خلاص هذه 26,000 الباقي تجيك عند بيتك. دينك عندي. خلاص خلاص ولدك يدفع الدين. ما معقول ريال. خلاص انت لا تصرخ على والد رح رجع فلوسه. تجيك عند بيتك تجي. خلاص رح خلاص يا ابوي لا تزعل يا ابوي زي رضاك يا ابوي والفلوس تروح وتجي يا ابوي ما عليك. الله يوفقك يا وليدي. يا رب وفقه وين ما يكون. الو هلا ابوي. ابد رايح الدوام انا. ليه؟ خلاص ابد بروح وبرجع لك مو مطول يا ابوي. خلاص يلا سلام ابوي. انا قلت تعرف انا بالشركه من ضغط يعني مأجر واجد. ما ابغاك تطلب يعني الله يعينك لو ما تردني اكون مشكور يعني اقل شيء يعني اقدر اقدمه لك. بغيتك تكون شخص يعني امين ورجال رقيق. خلاص عندي واحد بشوفه يبي يشتغل معكم ولا كيف؟ يعني رجال امين لا امين ما عليك انا عارف امين. اضمن مني امين. خلاص ما عندك مشكله. كم وش تقول له الحين؟ قل له في وظيفه وابد يعني يجي يشتغل بخير راتب اي شيء عندي. بس انا ابغى الشخص يعني يجي انت تعرف انا والله نشتغل برا في اسابق ما في احد يمسك المكتب بعض الاحيان. بعض الاحيان يعني اجلس فاضي يعني اشغال كثيره. خلاص يلا هذا شيء. شوف الحين جاسم شوف رد لي على طول. الرقم عندك صح ولا؟
خلاص الله يلا. يعافيك. الله يعافيك. سلام السلام. عبد الله هلا هلا والله، يا شلونك؟ الحاج، مساء الخير. طيب شلونك؟ الحمد لله. والله أنت بخير الحمد شلونك؟ لله. والله شلونك انت؟ الحمد لله. والله بخير. اخوي قد امس واحد من رجال الاعمال كلمني قال لي ابي واحد اخلاقه عاليه وامين. والله ما تذكرت الا انت. والله تسلم والله. طيب ما فيها وظيفه بس يعني فيها كرف يعني لا ابد ما فيها كرف. عشان تعرف الوالد تعبان. لا ما عليك ما فيها شيء. ما في شيء وظيفة. ابد ما فيها شيء. خلاص طيب. موافق؟ موافق. يلا مشينا اجل. يلا. وكيف الشغل معك وكيف الوالد؟ كويس الحمد لله. الوالد الحمد لله. والشغل؟ والشغل عليه ضغط شوي. انا والله صراحه كلمت مهدي، صراحه انا ضغط الرجال، فقلت له اني ابغى واحد امين يعني يمسك في المكتب حق العقارات. الله تسلم. لان صراحه الرجال ما قعد، فيعني احتاج واحد يعني امين. تسلم والله. وهل انت قدها ولا؟ قدها. طيب خليني اعطيك التفاصيل بس حقت الوظيفه. بيكون لك راتب 15,000 ريال باذن الله، بيكون لك عموله توصل 10% على الارباح. وتاكد بس على الكمبيوتر. وبيكون لك بدل سكن 3 رواتب. يعني بدل سكن بيكون لك اخر يعني كل 6 شهور اخر شيء بيكون لك راتب تحسب وضعك المادي. يعني اذا مثلا عندك ضغط زي كذا يفك ازمه معك. فهل انت حاب يعني توظف في الشركه ولا؟ ان شاء الله. يعني هي عجبتك؟ لا فيها ما فيها كرف يعني ليل ونهار. تعرف يعني الوالد ايه ضغط من يعطي علاج. الله يعينك. خلاص انت بس تقول لي الوقت اللي تبي تداوم فيه وابشر باللي تبي. عادي انا. ايوه. خلاص ابشر. بس اسم الكامل بس. عبد الله عبد الله بن سلطان مرزوق. والنعم الله. ما عليك ذنب. تفضل بس بدل. خلاص عبد الله ايش فيك؟ لا كنت تعبان بس. لا والله مو تعبان. شوي ضايق. عسى ما شاء. يعني جيت من الدوام. انا على الكلام اللي قلت لي إن فلوسك ثواني بس. انت باذن الله خلاص يعني من اليوم ورايح بتكون جميع ديونك وديون الوالد مسدده. الله يعطيكم العافيه. واي شيء تبيه تامر امر. الله تسلم. وهذا العقد واي شيء تبيه بس كلمني. ايه فاهم شيء؟ لا بس ما يحتاج ما قلت. يعطيك العافيه. الله يعافيك. يلا مهدي تامر على شيء؟ ما قصرت. مشكور حبيبي.
Oh